في سلسله منزله اسمها يلا نفهم مميزات الدول الامريكيه في مصر، ودي بتعتبر من السلسلات اللي انا بشتغل فيها عشان افهم ولي الامر، سواء انت كنت طالب ناشونال سيستم او اي جي سيستم وعايز تحول للدبلومه الامريكيه، او تفهم بشكل كبير جدا يعني ايه دبلومه امريكيه، وهو اصلا التعليم الموازي للتعليم المصري الناشونال سيستم. وبالتالي لو انت كنت طالب مثلا اولى ثانوي عام سواء كان عربي او لغات وعايز تحول للتعليم الامريكي، الموضوع سهل جدا. وسموها دبلومه امريكيه مش معناها ان انت بتاخدها مثلا بعد الثانويه العامه، لا ده هي اصلا مساويه للثانويه العامه عشان تقدر تخش بيها للكليه اللي انت عايزها. بص يا سيدي، احنا عندنا لو انت طالب ثانيه ثانوي او طالب ثالثه ثانوي، طالب ثانيه ثانوي بيبقى عنده 12 محاوله، انك بيبقى عندك 6 في سينيور 2 و6 في سينيور 3. ولو انت طالب جريد 12 وعايز تحول السنه دي ثالثه ثانوي، عايز تحول جريد 12، فانت بالتالي بيبقى عندك 6 محاولات. في جميع الاحوال المحاوله دي كانها بالظبط بتحسن درجتك. النهارده ما كانتش الطف حاجه، الشهرين بعد شهرين تخش محاوله ثانيه تعلي السكور بتاعك وهكذا. ماكسيمم نمبر اوف ترايلز اللي انت المفروض تخشها، تعالى افهمك بقى في الفيديو دوت، لان هو ده الفيديو اللي بيوضح لك الجزئيه دي. لو انت طالب اي اس تي 1 انت المفروض بيكون عندك ايه؟ بالتالي انت دلوقتي لو انت عندك 12 محاوله، اوعى تفكر انك تخش ال 12 محاوله او تحسن 12 مره. اخرك في الاي اس تي 1 انك بتخش في اول ترايل مثلا تجيب مثلا 500، الترايل اللي وراها روح انت مثلا جايب 650، الترايل اللي وراها روح انت مثلا جايب 800 او فوق ال 700. هو ده اخرك. طب والله يا مستر انا عايز اجيب فول مارك، ممكن اجيبها من اول مره لو انت شاطر ممكن، او من تاني مره ممكن، بس احنا نقول الماجوريتي بتاعت الطلبه كلها هم بيخشوا 3 محاولات الماكسيمم بتاعهم. وبالتالي بس ممكن تخش اكتر، طبعا ممكن تخش اكتر، لكن طب ليه تخش وتكلف عبء مادي على ولي الامر؟ لان اصلا كده كده المحاوله بتبقى فرنج 8000 جنيه. وبالتالي نصيحتي ليك اي اس تي 1 اخرك 3 محاولات، اما الاي اس تي 2 فهو هيكون اخرك كام محاوله؟ هيكون محاولتين، ممكن تجيب في اول مره بتجيب 600، تاني مره انت جايب ال 800 بمنتهى السهوله. الموضوع مش صعب تماما، بس ده الماكسيمم بتاعنا. هتقول يا مستر طب ما انا ممكن اخش اكتر من كده، خش، بس هيبقى فيه تكلفه كبيره جدا على ولي الامر. بالمناسبه الاي اس تي 1 والاي اس تي 2، الاي اس تي 1 لو انت عايز تخش جامعات ادبيه او كليات ادبيه، اما الاي اس تي 2 لو انت عايز تخش جامعات علميه زي كليه طب او كليه هندسه او الكليات اللي بتستهدف الحاجات اللي هي ساينتفك. وبالتالي الموضوع بيكون سهل جدا، وعندك فرصه عظيمه جدا لو انت عايز تحول للدبلومه الامريكيه. ممكن تبعت لي على الواتساب وانا هعمل لك كل الاجراءات اللي انت التحويل، الموضوع هيكون سهل جدا جدا بالنسبه لنا. فالموضوع ما فيش مشكله. لو انت عايز تتابعني بشكل كبير او عايز تشوف الفيديوهات، ممكن تتابع البيج بتاعتنا، وان شاء الله هيبقى فرصه عظيمه انك تستفيد من المعلومات اللي احنا بنقدمها لطلبه الدبلومه الامريكيه. اشوفك دايما على خير. معاك امير حميد. Maths House Institute for American Diploma.